يقول لنا الله سبحانه وتعالى في سورة النساء الآية 79: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ويقول لنا أيضا في سورة النساء آية 62: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. ويقول أيضا: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. آية 9 من سورة البقرة: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. البقرة 57. وطبعا هناك العديد من الآيات التي يتكلم الله فيها على أن كل ما يصيبك من حسنة فهي من الله، وكل ما يصيبك من سيئة فهي من نفسك. يعني إن كنت تعاني في حياتك فأنت سبب نفسك وليس الظروف أو المحيط أو الأشخاص. ففي هذه الآيات هناك شرح كبير للموروث الذي تعودنا عليه من قبل، وهو أننا نحن سبب ما يحصل لنا في حياتنا. إذن لو آمنا بهذه الآيات وتيقن أننا كنا على خطأ، فاستنتاجنا سيكون لا محالة أننا نتهم الله صراحة، وهذا ربما كان سببا في معاناتنا في الحياة حتى وإن لم نكن ندرك ذلك. وكل هذا الجزء سيقودنا من دون شك إلى الآية الكريمة التالية: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الأنبياء آية 87. فبالتالي كل معاناتنا في هذه الحياة هي من صنع أنفسنا، وسنتعلم طبعا ونكتشف سويا في الأجزاء القادمة كيف يكون ذلك.